بيقول لك مصر ما بتوقفش جنب اخواتها العرب، ومصر مش شايله هم اللاجئين. طيب تعالى كده نعد مع بعض. انت عارف ان مصر في 2024 كانت تاني دوله في العالم في استقبال طلبات اللجوء؟ مش في العالم العربي، ده العالم كله. 433 الف طلب لجوء السنه اللي فاتت بس، والاعداد الكليه وصلت لاكتر من مليون شخص مسجل رسميا باللاجئ وطالب حمايه من اكتر من 60 دوله. مليون بني ادم عايشين على ارض مصر هربوا من الحرب او الجوع. من شقيقتنا السودان لوحدها مصر استقبلت اكتر من 460 الف لاجئ، وده لما قامت الحرب عندهم في 2023. ده غير سوريا وجنوب السودان واريتريا واليمن وفلسطين. والسنه اللي فاتت عملت لهم لجنه لاداره شؤونهم. واللي ما يعرفوهوش ناس كتير ان اللاجئ في مصر بيروح مدرسه حكوميه وبيتعالج في مستشفى زيه زي اي مواطن، بيشتغل وبيتحرك وبيفتح مشاريع ناجحه، ويمكن تجربه السوريين تشهد بكده. واللي المنظمه الدوليه للهجره قالت ان عددهم وصل في مصر لحوالي 1.5 مليون. مش كل حاجه وردي، يمكن الظروف مش مثاليه، ويمكن القوانين بتبطئ الدنيا شويه، بس لما تقول ان مصر مش شايله تبقى بتظلم بلد بتحاول تتحمل ازمه انسانيه فوق مشاكلها الاقتصاديه. مليون بني ادم الرئيس قال عليهم قبل كده ضيوف مش لاجئين، ولو زادوا اكتر مصر عمرها ما هتقفل الباب في وش حد. واسال نفسك اشمعنى جم مصر؟